السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. سمحوا لي، يمكن غبرت عليكم شويه لظروف خاصه. المهم هاني رجعت لكم اليوم ورجعت لكم بواحد القراءه جديده اللي هي قراءه برج القوس بالنسبه للايام المقبله ان شاء الله. هاد القراءة غتكون قراءة عامة، وطبعا هاد القراءة تنطبق على الذكر والأنثى. فقبل ما نبداو هاد القراءة كما العادة كنطلب منكم صديقاتي أصدقائي الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وبغيتكم تدعموني وتزيدوا تدعموني بلايك، وعملوا بارتاج مع أصدقائكم، وتا أنا دائما نفيدكم ونعطيكم الجديد. فيلا نتوكلوا على الله ونبداو قراءة برج القوس. برج القوس، برج القوس، مالك حيران يا برج القوس؟ كنشوفك حيران، كنشوفك كتفكر، عندك شي حاجة اللي شاغلة تفكيرك، شاغلة بالك. كنشوف تفكيرك كله في الشريك أو في الحبيب. برج القوس كنشوفك في واحد الدائرة اللي ما عرفش كيف تخرج منها أو تطلع منها. كنشوفك أنك كيف ما قلت لك أنك تايه وحيران. فما عرفتش إيش بيك يا برج القوس. ممكن تكتب لي في التعليقات إيش عندك لأني كنشوفك كيف ما قلت لك حيران كتير كتير. كنشوفك زعلان، كنشوفك باكي بالدموع من داخل. نقدر نقول لك بعض الناس من برج القوس كنشوف أن الشريك سابهم أو الشريك خانهم مؤخرا. كنشوف وقع واحد الخلاف، ووقع شوف قطيعة. فكنشوف مؤخرا عند البعض، طبعا ليس الكل، كنشوف كاين قطيعة بين برج القوس والحبيب أو الشريك. لكن كنقول لك أو أنا أؤكد لك أن هذه القطيعة إن شاء الله لا تدوم أكثر. فإن شاء الله كنشوف الصلح في الأيام المقبلة بإذن الله. كنشوف الحبيب أو الشريك يعني غيجيك اتصال أو رسالة من عنده. غيكون يعني سوف يكون بينكم حوار، وإن شاء الله غيتم الصلح بإذن الله. فهو الشريك راجع في كل الحالات، فكنشوفوا أنه راجع. وبرج القوس أنت من طبعك سموح، يعني هذه ليست أول مرة أنك كيوقعوا الخلافات بينك وبين الشريك، تعرضتي للخيانة من طرفه ودائما كترجع تسامحه. فكنشوفك أنت يعني كتير سموح يا برج القوس. على العموم الأيام المقبلة إن شاء الله برج القوس غتكون عندك فرحة، غتكون عندك أخبار سارة. كنشوف غيكون عندك لقاء حار مع الحبيب أو الشريك. يعني عكس هاد الأيام أو هاد الوقت الحالي اللي كيعيش برج القوس، كيعيش يعني بعد الحزن. الأيام المقبلة إن شاء الله عندك كتير انفراجات بإذن الله. برج القوس، برج القوس كنشوف كأنك تفكر في سفر. أحيانا مع نفسك كتقول أنك أنت مليت يعني من كل شيء. فكتفكر أنك تسافر أو مثلا تهاجر المكان. صح هذا الكلام ولا لا؟ لأني كنشوفك كتير يعني كيف ما قلت لك طفشان، كتير ملان. لكن نقدر نقول لك أنا الصراحة حاليا ما كنشوفش عندك سفر.
أنت كتفكر في السفر صحيح، لكن السفر يعني غير موجود. برج القوس. برج القوس كنشوفك تعبان حتى صحيا، عندك بعض المضاعفات الصحية. كتشكي من آلام في الرأس، كتش... كتشتكي من آلام يعني في البطن. فكنشوف بعض الناس من برج القوس حتى صحيا يعني تعبانين شوية، لكن إن شاء الله سوف يكون الشفاء بإذن الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. كنشوف عندك الأيام المقبلة إن شاء الله عندك لقاء بالشخص عزيز وغالي. هذا الشخص يعني كان نقدر نقول لك أنه كان مسافر مثلا أو مهاجر البلد ثاني، يعني الأيام المقبلة إن شاء الله غيكون اللقاء بينكم إن شاء الله. فغتشوف هذا الشخص اللي هو كان يعني كيف ما قلت لك مدة ما التقيتو. برج القوس كنشوف الأيام المقبلة إن شاء الله. أول شيء برج القوس كنشوفك عندك واحد الأزمة مادية، صح ولا لا؟ أو ضيقة مادية. فإن شاء الله هالضيقة ما غتطولش بإذن الله. كيف ما قلت لك غتكون عندك انفراجة مالية أيام المقبلة إن شاء الله. عندك انفراجات على المستوى العاطفي كيف ما قلت لك. كنشوف البعض منكم، بعض الناس من برج القوس كيتكلم هو والحبيب أو الشريك بخصوص موضوع الزواج. يعني كتواعدوا بعضكم، لكن في الأخير لم يتم أي شيء. دائما يعني كيكون بينكم حوار. الحبيب فهو كنشوفوا أنه كيوعدك بالزواج، لكن يعني هذا الكلام كنشوف ما منه شيء صراحة. برج القوس كنشوف نقدر نقول لك الطاقات اللي عندي موجودة أو الأبراج اللي طالعة عندي برج الميزان، عندي برج الأسد، برج الدلو، برج الحوت، برج العقرب. هاد الأبراج كنشوفها الأيام المقبلة إن شاء الله غيكون عندك معها لقاء، غيكون عندكم صلح، غيكون عندكم اجتماع. فإن شاء الله إلى الحبيب واحد من هاد الشريك فهو راجع إن شاء الله بإذن الله. برج القوس. برج القوس كتفكر أنك تشتري شيء كبير يعني أو شيء ثقيل، مثلا سيارة أو مثلا شقة أو شيء يعني من هذا القبيل. فكنشوفك أنك كتفكر ويعني وكتمنى أنك تحقق هذا الهدف. فإن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله غتفرح بهذا الشيء اللي هو في بالك، وهذا الهدف اللي كتفكر فيه وانت ناوي تحققه. فإن شاء الله الأيام المقبلة إن شاء الله كيف ما قلت لك عندك فرحة، عندك أخبار سارة بإذن الله. صراحة هادشي اللي كنشوف عند برج القوس بالنسبة للأيام المقبلة إن شاء الله. فيلا شكرا، خليكم تبقوا على خير. كنرجع وكنطلب منكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد.